4 علامات لليلة القدر، 3 منهم تقول لك إن أنت في ليلة القدر، وواحدة منهم بتقول لك إن الليلة اللي فاتت كانت ليلة القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أهلا بكم. وليلة القدر هي ليلة من ال10 ليالي الأخيرة من رمضان، ممكن تبقى أي ليلة منهم، وإن كان في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في الوتر من ال10 الأخير، والوتر يعني ليلة 21 23 25 27 و29، وده برضه لا يمنع انها ممكن تبقى ليله من الليالي الزوجيه. ايه بقى العلامه اللي لو شفناها تقول ان احنا في ليله القدر؟ عندنا 3 علامات في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة. هم دول ال3 علامات اللي يقولوا لك انك النهارده انت في ليلة القدر. سمحة يعني فيها هدوء واستقرار نفس، راحة وطمأنينة، سعادة في القلب، لذة في العبادة، استراحة عامة، تحس وكأن الدنيا كلها في عرس. أما معنى طلقة إنها ليلة منورة، ومنورة هنا مش معناها منورة بالمعنى الحرفي، ولكنها منورة بالمعنى الروحي. تخيلوا إن ليلة يتنزل فيها الملائكة وسيدنا جبريل، ليلة ربنا سبحانه وتعالى يغفر فيها للخلائق، ليلة العبادة فيها خير من 1000 شهر، أفضل من 84 سنة عبادة. يا إخواتي ركزوا وخدوا بالك، فالنور ده نور تحسه قلوب المؤمنين، نور تشوفه بقلبك مش بعينك. ليلة الدنيا كلها واقفة على رجل بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة. نور لو لمس قلبك لمرة كل الظلام اللي في روحك انساه. يا رب النور ده يلبس قلوبنا كلنا. أما بقى العلامة الثالثة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حارة ولا باردة، وده معناه ان الجو في ليلة القدر جو معتدل. يعني لو فرضنا ان موعد ليلة القدر كان في صيف، فهي دي هتبقى من افضل ليالي الصيف في درجة الحرارة الجميلة اللي ميالة للنسم. ولو كانت ليلة القدر في شتاء، فهتبقى من الليالي الدافئة اللي جوها جميل ورائع ومساعد على العبادة والطاعة. دول ال3 علامات اللي في الليلة نفسها. اما العلامة الرابعة اللي تقول لك ان الليلة دي هي كانت الليلة اللي قبلها على طول، وهي في صبيحة اليوم اللي بعد ليلة القدر، وهي في نفس الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. الشمس تطلع في الأول كده لونها أحمر، وبعد كده تبدأ تميل للون الأبيض بلا شعاع، تعرف تشوفها بعينيك كده. والعلامة دي بتقول إن الليلة اللي قبلها هي كانت ليلة القدر. عرفنا العلامات؟ ركز معايا بقى، كل العلامات دي جميل، ولكن خليني أقول لك إن كلنا هنختلف فيها زي ما بنختلف فيها كل سنة. كل واحد هيطلع يقول عن الليلة اللي هو قامها حلو واجتهد فيها إن هي ليلة القدر، وهيقول لك تخيل والله ليلة 21 دي كانت هي هدوء ونور وسعادة وراحة. يا أخي ده حتى الكلاب ما هوهوتش والقطط ما نونوتش والتعابين ما ظهرتش. واحد تاني يقول له: لا استنى بس، هي ليلة 22 يا راجل. واحد تاني يقول له: 22 يا جدعان انتوا مش مسلمين ولا ايه؟ 23. ولن يتفق عليها الناس ابدا. وانشغالك بانك تقعد تنكش كده هي الليلة دي ولا مش الليلة دي قد يشغلك بالبحث عنها عن عبادة ليلتها. حبيبي الغالي، لو انت طول الوقت بتذاكر، من اما هفتح عليك الأوضة الاقيك بتذاكر. لو انت من النويمة العظمة، من اما هاجي اخش عليك الأوضة الاقيك ايه؟ نايم. فمش محتاج لا اعرف لا ساعة مذاكرتك ولا ساعة نومك، انت كده كده يا بتذاكر على طول يا بتنام على طول. فاللي هيقوم كل ليلة من الليالي ال10 الأخير ومش هيفوت ولا ليلة، هيجتهد فيهم كلهم، أكيد ليلة القدر لما تيجي هتلاقيه من القائمين، أكيد ليلة القدر لما تيجي هتلاقيه من اللي شغالين دعاء ما بيبطلوش، أكيد ليلة القدر لما تيجي هتلاقيه من الناس اللي لسانها شغال بالذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيه في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عنا. فإن شفت العلامات دي في ليلة فاجتهد وشد وزيد، وإن ما شفتهاش أو ما حسيتهاش اوعى تهملها، لأنه يمكن العلامات دي ما وصلتش لقلبك، ولكنها هي الليلة. ولما تدعي ربنا في الليلة دي وتقول له: يا رب أصلح قلبي يصلحه، فترى العلامات والأنوار وقلبك ينور ما يطفيش تاني أبدا، وروحك تبقى روح عبد يعبد ربنا كما يحب ويرضى. فاللهم اجعلنا يا رب من أهل ليلة القدر، واجعلنا فيها من القائمين الفائزين. تمام. وإلى هنا يا الأحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام. يا جماعة قربنا على 2 مليون على الانستجرام وعلى اليوتيوب، فيلا بينا وشير في الخير ده على خير كفاية. اما لو حابب تدعمنا على باتريون، لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او كومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله. تابعوني هاشتاج رمضان مع امير 2023، كل يوم فيديو جديد في ال10 الاواخر، نشد بايد بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا ويغفر لنا ويعفو عنا كل ليله الساعه 10 بالليل. جزاكم الله خيرا. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.